مخمر الملفوف او الساور كراوت، كتير مننا بيسمع الاسم ده بس مش بيبقى عارف ايه الفوائد بتاعته او بيتعمل ازاي والطريقة الصح عشان يطلع معايا ناجح وما يبص مني. مخمر الملفوف ده يعني كرنب كده مثلا وعاملينه شبه المخلل، هو مش مخلل خالص، هو مخمر مش مخلل. وهقول لكم الطريقة الصح ازاي نعمل المخمر ده وازاي ما يبص مننا. اول حاجة خالص بنجيب كرنباية حمراء زي ما انتوا شايفين، كرنب السلطة او ممكن كرنباية خضراء من كرنب السلطة برضو. تقريبا وزن الكرنباية دي كيلو جرام، ماشي؟ يعني بعد ما شلت القلب بتاعها والراس بتاعتها والورق الخارجي تقريبا وزنها كان كيلو جرام. انا بشيل الورق الخارجي مش بغسلها خالص عشان لو غسلتها ودخلها اي ميه انا عايزه اقول لكم الوصفه بتاعتكم دي هتبوظ وهتخرب خلاص. هنبدا بقى نقطع الملفوف بتاعي او الكرنب بتاعي شرايح رفيعه جدا على قد ما نقدر، ونكون محضرين عندنا بولتين كبار وبرطمان ازاز ومعقم ونضيف مفهوش نقطه ميه، واهم حاجه يكون متعقم. وانا بقطع باقي الكرنبايه كده هبدا اقول لكم ان ده قنبله من الفوائد وغني جدا بالبكتيريا النافعه. عايزه اقول لكم بيقلل مشاكل الانتفاخ والامساك وبيسهل عمليه الهضم، وعايزه اقول لكم كمان بيزود المناعه، بيعزز المناعه بتاعتنا، مليان فيتامين سي وزنك، وعايزه اقول لكم بتخلي جسمكم جهاز المناعه فيه احسن، وكمان تقدروا تقاوموا العدوى، اي عدوى تجيلكم. عايزه اقولكوا كمان ان هو بتقدروا تخسوا لما بتاكلوه مع نظامكم الغذائي الصحي اللي انتوا عاملينه، تمام؟ عشان عايزه اقولكوا بيشبع وطعمه حلو قوي، هو طعمه مش مخلل، وهو ما بيتعملش غير ان احنا بنقطعه شرايح زي ما قلت لكم كده، وارش عليه معلقتين ملح، كيلو الكرنب عليها معلقتين ملح ممسوحين ورشيتهم عليه، ودعكت الكرنب مع الملح بس مفيش اكتر من كده لغايه ما تحسوه دبل. هو شايفين كان الاول الكميه كبيره كانت واخده بولتين 2 كاملين، بس انا حطيتهم دلوقتي بعد ما ضغطت عليهم وعصرتهم كويس قوي بايدي وضغطت عليهم نزلوا كميه ميه كتير، وكميه الكرنب قلت، الحجم بتاعه قل، فكله بقى في البوله اللي انتوا شايفينها ورا دي. كنت بقى محضرة عندي برطمان نظيف ازاز ومتعقم، وزي ما انتوا شايفين كده ببدأ ان انا احط شوية بشوية من الكرنب واضغط عليه جامد، انا عايزة اضغطه جدا جدا. هتلاقوه ينزل المية كمان، يعني ما تقلقوش، المية دي كلها انا مش مزوداها، المية دي كلها من الكرنب، شايفين المية؟ ضغطت بمعلقة خشب جامد، اهم حاجة ان هو لازم يبقى متغطي ومضغوط كده، والمية تبقى مغطياه، الميه بتاعته اللي هي نازله منه، يعني دي انا ما حطيتش اي حاجه، شايفين كميه الميه اللي نازله من الكرنبايه وكلها بقت في برطمان كبير شويه. بس جبت بقى الورق اللي هو الخارجي اللي انا شلته، بدأت ان انا احطه على الوش واضغطه عشان انا لازم اغطيه كويس، عشان لو ما ضغطاش كويس والملفوف نفسه الكرنب نفسه ما بقاش تحت الميه، انا عايزه اقول لكم ان هو هيعفن ويبوظ منكم. لو غسلتوه بميه هيعفن وهيبوظ منكم، لو زودتوله ميه وخل وليمون ومعرفش ايه. احنا مش بنعمل مخلل، احنا بنعمل مخمر، هو بيتعمل بالتخمير، الطريقه دي اسمها طريقه التخمير. فاهم حاجه ان كل الادوات اللي نستخدمها تكون معقمه وناشفه ونظيفه، مش متوسخه خالص ولا فيها اي حاجه ولا مكان اي حاجه عشان ما تبوظ المخمر بتاعنا اللي احنا بنعمله. انا عايزه اقول لكم تقريبا هو بيفضل عشان نقدر ناكل منه من 5 ايام ممكن ل3 اسابيع على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، بس انا الكميه عشان انا عامله كيلو واحد بس، فالمخمر ده خد معايا تقريبا 10 ايام 15 يوم، هتلاقوا حتى لونه يتغير، شايفين؟ وخلي بالكم هو بيطلع منه فقاقيع كده وبينزل بقى حاجات من البرطمان وكده، فانتوا المهم تكونوا حاطين تحته طبق عشان اي حاجة تطلع منه تقع في الطبق ده ما تبهدلكوش الدنيا. واوعوا اوعوا اوعوا تعملوا زي ما انا عملت دلوقتي حالا، بوم خلاص، من كتر الغازات والحاجات المحبوسه فيه، وانا طبعا ما فتحتوش قبل كده، عايزه اقول لكم ان هو زي ما انتوا شايفين كده انفجر وفرقع، شايفين كميه الغازات وكميه الفقاقيع اللي طالعه منه، وبهدل الدنيا والمطبخ وهدومنا، وكانت ليلة وكان يوم. فنصيحة مني لما تيجوا تفتحوا عليه افتحوا بالراحة، مش تفتحوا الغطا تهووا كده من جنب غطا البرطمان
بسكينه بحاجه، بحيث ان انتوا تطلعوا الهواء واحده واحده الاول قبل ما تفتحوا غطا البرطمان وتشيلوا الغطا، عشان ما يحصلش زي ما حصل معايا كده دلوقتي. بصوا انا بديكوا خلاصه وعصاره خبرتي في الموضوع ده. عايزه اقول لكم من يوم ما عملته انا بقيت بعمله دايما ولازم يبقى موجود عندي. طعمه حلو قوي جنب اي اكل لوحده حتى. طعمه مزز كده، وطعمه تحسوه هو مش مخلل بس هو تحسوه شبه المخلل، بس بقى مليان فوايد. عايزه اقول لكم حسن الهضم جدا 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 كمان. وممكن لو فتحتوا عليه ودقتوه، بس طبعا تدوقوه بشوكه نظيفه، والشوكه لو حطيتوها في بقكم ما تحطوهاش تاني في البرطمان بتاعنا. لو لقيتوه حسيتوه لسه مش مستوي قوي، او لسه مش مملح مثلا شويه، ما هواش الطعم اللاذع شويه كده مش موجود، هو مفيش لزوعة جامدة يعني، حاجة بسيطة كده كأنكم بتدوقوا مخلل عادي، ممكن نضغط عليه تاني زي ما انتوا شايفين كده. وقمت قافلة البرطمان تاني وسبته كمان 5 أيام زيادة. وانتوا بتسيبوه في درجة حرارة الغرفة، يعني احنا مش بنحطه في التلاجة ولا اي حاجة، ما تقلقوش خالص. هو اصلا مش بيحتاج اي مجهود، يعني انتوا مجرد بتعملوه وترموه كده في البرطمان وخلاص انتوا بتنسوه بقى. بس اهم حاجة بقى، اهم حاجة ان هو بيتاكل وانتوا هتبقوا مبسوطين جدا جدا وانتوا بتاكلوه. ومجرد ما تجربوه مره وتشوفوا التحسن اللي ظهر عليكم، شايفين انا هنا دلوقتي ببدأ افتحه، شايفين بالراحه ازاي؟ هتعملوه تاني. استنوا بس شوفوا بقى انا بفتحه ازاي. بهوي كده بسكينه بمعلقه، شايفين الفقاقيع اللي طالعه من البرطمان جواه؟ بفرغ الهواء شويه بشويه عشان ما يحصلش نفس اللي حصل تاني. ده بعد 5 أيام. شايفين كمية الفقاقيع؟ انا بشاور لكم اهو، اوريكم ان الغاز اهو بيطلع منه بالراحة الحمد لله، يعني مش هيفرقع المرة دي. زي ما انتوا شايفين جبتها لكم من زاوية تانية عشان تشوفوا برضو الفقاقيع والغاز اللي بيبقى موجود فيه، فعشان انتوا لو كنتوا ضغطتوا جامد. شايفين كل دي ميه منه نفسه، انا ما زودتش اي سوائل، انا ما حطيتش غير الكرنب والملح بس. ناس كتير عملته وتقول مثلا بيبوظ منها عشان اولا بتبقوا عملتوا يا اما حاجه مش نظيفه، حاجه مش متعقمه كويس، ما غطيتوهوش كويس كده بحاجه على الوش وما كانش السوائل بتاعته مغطيه وشه. بس انا هنا في المرحله دي خلاص شلت بقى ورق الكرنب اللي على الوش ده. طبعا انا ما رميتوش، انا اكلته عادي جدا، طعمه حلو قوي. وعايزه اقول لكم بقى انتوا تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه حلوه جدا جدا. خلاص انا المرحله دي مجرد ما فتحت عليه وبدات اخد منه، انا حطيت البرطمان في التلاجة. بيليق جنب اي اكل، وكل اكل انا بستخدمه فطار وغدا وعشاء، وحلو قوي. بس عايزه اقول لكم نصيحه كده، الناس اللي عندها ضغط عالي ما ياكلوش منه كتير، عشان هو كميه الصوديوم اللي فيه كبيره. احنا طبعا احنا ما حطيناش ملح، بس التفاعل بتاعها كبير مع الكرنب، فبلاش ناكل منه كميات كبيره. تمام، عشان الضغط بتاعنا ما يعلاش. بس مفيش حاجه اكتر من كده. كمية بقى الفوايد هكتبها لكم تحت الفيديو، هتشوفوا واقروا وادخلوا حتى اعملوا سيرش انتوا بنفسكم، هتتبسطوا قوي. المهم جربوا الوصفة دي وابعتولي قولولي ايه رأيكم، وقولولي اصلا في الكومنتات انتوا جربتوا الوصفة دي قبل كده وعارفينها ولا اول مرة تشوفوها. ولو عايزين وصفات تانية تزود المناعة وتقوي صحة العقل كده والذاكرة والحاجات دي، اكتبولي برضو، وان شاء الله انزل لكم وصفات كتير هتفيدكم الفترة الجاية. باي.